ايش كثر صبرك يا مظلوم الشريعة على قوم الذي نكرت البيعة، ارتدت كافرة وعملت فجيعة وقادوك بحبل أعظم رزية، قادوك بحبل والراس مكشوف وتتفرج عليك الواد مصفوف. هذا علي. تدري مصيبة علي لما هجموا على الزهراء لعله أعظم من مصيبة فاطمة نفسها، لأن قعد ويا أصحابه بعد سنين. واحد أو سأل سؤال: منو أصعب شيء يمر به الرجل؟ رجل مفروض عنده تجلد، عنده صبر. واحد سلمان مثلا أبو ذر، واحد قال يفقد ولد، يفقد أم، يفقد أب، يفقد عزيز، كل واحد الطريقة. يقول الإمام علي كان جالس قال له: إحنا يرانا مو مهمة، أنت رأيك شنو يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: أنا خلوني سمعت أنا أراكم، انتهى الأمر. قالوا: لا، رأينا يهمك، رأيك يهمنا. زين، لحوا على الإمام. الإمام تكلم بحسرة قال: أتدرون ما أصعب شيء على الرجل؟ قالوا: نعم. قال: أن تضرب زوجته أمامه وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا. تصور هاي شلون صعبة؟ ساعد الله قلبك يا علي. الإمام الحسن بعد سنين طويلة يقول: لاقى هذا اللعين المغيرة بن شعبة. قال له: مغيرة؟ قال له: نعم. قال له: تتذكر لما لطمت أمي على خدها؟ تتذكر ذاك اليوم؟ ترى ما ناسي، ما ينسى أهل البيت ولا ينسى صاحب الزمان مولاة الزهراء اللي دخلوا الدار عليها بهذه الطريقة الهمجية الإرهابية.